መቀመጥ ይቻላል። هل يجوز للمرأة الهائضة أن تعتكف وتقرأ القرآن؟ هذا السؤال تكرر. لا يجوز للمرأة الحائض أن تعتكف لأن المسجد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أهل المسجد لحائض ولا لجنوب، فلا ينبغي أن تمكث المرأة الحائضة في المسجد بل ولا أن تدخل المسجد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما أتاها الحيض وهي في الحج قال عليها لا تطوفي بالبيت. لماذا منع الطواف بالبيت للحائض؟ لأنها الطواف في المسجد الحرام لا يمكن للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض، فلا يجوز لها. في من هذا هو قول أهل العلم في أغلب أهل العلم، لكن فيه من شذ وحاول أن يضعف هذا الحديث ليأخذ مسجد الهائل، لكن الحديث هذا الحديث بطرقه قوي، فلا ينبغي أن يفتى للمرأة بجواز المسجد للاعتكاف، فلا ينبغي لها أن تدخل المسجد للاعتكاف ولا أن تؤذي المؤمنات الأخريات بذلك، لأنها هي تجلس والبقيات تصلي. إنما أباح النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الحائضة أن تحضر العيد، لأن العيد هو من باب المظاهرة لإظهار قوة الإسلام، لإظهار قوة المسلمين وكثرتهم، فينبغي للحائض أن تحضر يوم العيد ولا تصلي، إنما تصلي تجلس بجانب المسلمات الأخريات. وأما في الاعتكاف فلا تعتكف. ሌላው የቀረበላቸው የነበረው ጥያቄ ምናልባት ሴቶች ጋር የተሰማ ከሆነ ሀይድ ላይ ያሉ ሴቶች ኢዕቲካፍ መቀመጥ ወይም ደግሞ መስጂድ መግባት የሚል ነበረ። ሀይድ ላይ ያሉ ሴቶች ወደ መስጂድ መግባት አይችሉም፣ ኢዕቲካፍ መቀመጥም አይችሉም። ይህ ነው ትክክለኛው መሆንም ያለበት። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አይሻ ራሳቸው ሀይድ ላይ ሆነው ለሐጅ በሄዱበት ጠዋፍ ላድርግ ሲሏቸው አታድርጊ ብለዋት የለ ወይ? ያ መስጂድ አልሐራም ቢሆንም ስለዚህ አይሆንም ማለት ነው። ሲጀመር ሐዲስ አለ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አልፈቅድም ለተጀነበ ሰውና ሀይድ ላይ ላለ ብለዋልና ይህ ሐዲስ ስላለ በርከት ያሉ ዓለሞች ሰሂህ ነው ብለውታል። አንዳንድ ከ99 ያው ነው ከ99 ከመቶ አንድ ማለት ጥቂት ሰዎች ይሄን ሐዲስ ደቂቅ አድርገው የሚፈቅዱ ቢኖሩም ግን አግባብነት የለውም፣ ትክክል አይደለም። ሴቶች ሀይድ ላይ ያላችሁ ሴቶች የቤታችሁ ሁኑ፣ እዚህ ሁናችሁ እየሰገዱ ያሉ አማን ሴቶችን አታስቸግሩ። ቁጭ ያላችሁ ሌሎችን ኢባዳዎችን ሲሩ፣ ሌሎች እንትኖች ላይ ኢባዳዎች ላይ ተሳተፉ የሚል ነው። ከዚያ